السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة من ليالي الأهلي الجميلة، والنهاردة الأهلي شعاره الأهلي الجبار اكتسح شبيبة القبائل باقتدار في دوري الأبطال 4-1 مع الرأفة. وبصراحة أداء ولا أروع ولا أمتع. وترتيب المجموعة الآن: الأهلي الأول، ثم يانج أفريكان، ثم الجيش الملكي، ثم شبيبة القبائل. مليون مبروك للأهلي والأهلاوية، مش بس عشان خاطر الأهلي كسب وبسكور كبير 4-1، لا، الأهلي عشان كمان ضيع مش اقل من 4 5 اهداف كان ممكن يعمل سكور النهارده. والاداء المتميز، وهي دي الاهلي، وهو ده روح الاهلي، وهي دي النجوم اللي احنا متوقعينه منها. شفنا النهارده تيكي تاكا، وشفنا هجوم عنيف من اول المباراه، واستمرت للشوط الثاني لولا هبوط المخزون البدني طبعا، نظرا للمجهود الكبير اللي عملته اللعيبه اللي نزل في الشوط الثاني. انما ده ما يمنعش ان الاهلي النهارده ابدع وامتع كالعاده، وكان هو بابا الشغلانه، وانه فعلا عمل احلى اداء من فتره كبيره جدا نشوفه للاهلي في المباريات الافريقيه. واللي خايف يروح، واللي هلمحه همرجحه. ده شعار الاهلي في الفتره القادمه، بقوته وبجبروته وبادائه وبلاعيبته وبسكواده، عودا حميدا لامام عاشور اللي النهارده نزل في الشوط الثاني وابدع وامتع في فتره صغيره جدا. في خلال ربع ساعه قلب الدنيا. هدف، سبب في هدف، واحرز هدف من بره ال 18. الهدف الرابع كانت مسك الختام واجمل هديه لامام عاشور بعد عودته الشوط الاولاني. اكتساح كامل وحصار شامل من لعيبه النادي الاهلي للعيبه شبيبه القبائل، واحراز هدفين مع الرأفة لتريزيجيه ومحمد شريف، ثم يتلوها في الشوط الثاني خطأ كارثي ساذج جدا من ياسر ابراهيم، ودي مش اول مره يجيب هدف في مرماه. والاخ الشناوي اللي فاتح رجليه ويخش كرة ولا اسوأ بين رجليه. هدف انتاج مشترك، ومش اول مره بين محمد الشناوي وبين ياسر ابراهيم. ليقوم الحمد لله وان هو عمل كده. الكابتن محمد الشناوي عمل عمل كده تمثيلية او ادعاء ان هو مصاب في الخلفية وان هو عايز يغير حفظا لمال وجهه لإحساسه بأن ممكن يسبب في هدف تاني. والحمد لله عمل خير إن هو طلب تغييره وينزل الوحش مصطفى شوبير ينقذ كورتين ولا أخطر. على الأقل لو جم للشناوي كان واحدة فيهم هتدخل بلا أدنى مبالغة، تماما مثلما فعل لما نزلوا حسام حسن ونزل في ضربات الجزاء امام كاب فيردي وعمل اعجاز وانقاذ اسطوري، وانقذ وصد ضربتين جزاء. مصطفى شوبير بلا مبالغه هو الحارس الاول لمصر والنادي الاهلي، وتلك هي العداله. غير كده ظلم بين. الشناوي ولا أسوأ، ولو شفت فيديوهات قبل كده الشناوي عنده مشاكل كتيرة وخلاص ما حدش بياخد زمن وزمن غيره. إنما مصطفى شوبير بيثبت للجميع إن هي مش صدفة ومش مجاملة، وإن هو أحق واحد في إن هو يكون الحارس الأول لعرين النادي الأهلي ومنتخب مصر. وهدفين ولا أجمل لتريزيجيه ثم محمد شريف، والشوط الثاني تريزيجيه ثم إمام عاشور، لينتهي المباراة برباعية هي الأروع وهي الأجمل في بداية مسيرة النادي الأهلي في دوري الأبطال. ورسالة قوية يشهد بها القاسي والداني، العاشق والغير عاشق، المحب والغير محب للنادي الاهلي، ان الاهلي بهذا السكواد وبهذا الاداء ومع المدرب يسرب ان هو في حتة تانية ويؤدي باداء مختلف، اداء اوروبي. قول اليوفي، قول ريال، قول برشلونة، قول اللي انت عايز قوله، انما هو بعيد تماما عن اي فريق سواء في افريقيا او في الدوري المصري. تلك ليست مبالغة، وانما هو عصر الاهلي يا سادة. وهذه نجوم الاهلي، وهذه الجودة اللي دفع الاهلي فيها الملايين تمام عشان تدينا هذا المردود. انما كان ناقص حتة شطرنج صغيرة او قطعتين لازم يكملوا. لازم مهاجم شرس
مكان محمد شريف وجريديشار، لأنهم لا يليقوا بهجوم ونجوم النادي الأهلي، والدفاع لازم يدعم، لأني كارثي وما زال كارثي. وشوف فيديوهاتي هتلاقوني إن أنا بقول نفس هذا الكلام من قبل. عدل ربنا إن مصطفى شوبير يكون هو الحارس الأول، ومفيش جبر خواطر. بيزنس از بيزنس. الشناوي ياما خد، وهذا عصر مصطفى شوبير، ومن حقه ان هو ياخد فرصته، خصوصا ان هو مش طفل صغير ولا شاب ناشئ ولا حاجة. مصطفى شوبير عنده 26 سنة داخل على 27 سنة. شكرا ومليون مبروك يا اهلاوية، والقادم افضل واللي خايف يروح. سلام عليكم.